الذي استطاع أن يحدث هذه الثورة، وليس الإخوان المسلمين وحدهم. الشارع المصري هو قيادات ثورة مصر الموجودين في كل ميادين مصر، مش في التحرير بس. الشارع المصري أصبح يعج بحالة حراك سياسي غير مسبوقة. أنا أعتقد أن ثورة مصر جعلت في شباب مصر صحوة كانت موجودة في دمائهم، لكن هذه الصحوة ستمنع أي انقضاض على أي محاولة لجذب هذا الحزب لأناس آخرين ومحاولة سيطرته مرة أخرى على مقاليد الأمور، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على وجود أحزاب جديدة وأشخاص جديدة. وخلي بال حضرتك إن احنا عندنا كان أكتر من 95% من شعب مصر غير مشاركين في الحياة السياسية، لا ينتمون لأحزاب سياسية. النهاردة وبعد حل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله ورد مقره وممتلكاته إلى الدولة، أنا واثق تماما ان مصر هتشهد اقبالا غير مسبوق على المشاركه في الاحزاب السياسيه، ان المواطن المصري بقى اكثر وعي، هيعرف حزب السلام الديمقراطي هيقدم له ايه في المحافظات وهيعمل ايه في الدفاع عن مصالحه، هينتمي لهذا الحزب او ذاك. لذلك المرحله المقبله مرحله حساسه جدا، مرحله سنجني فيها ثمار ثوره 25 يناير. والنهارده بالذات انا اعتقد ان احنا قاربنا من 80% ممن كنا نحاول الوصول اليه او نطمح في الوصول اليه من ثوره 25 يناير. شكرا جزيلا المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي وأول من رفع دعوى قضائية لحل الحزب الوطني. شكرا لك. فقط تجدر الإشارة أننا حاولنا الاتصال بممثلين للحزب الوطني الحاكم سابقا المنحل، ولكن لم نوفق، وسنستمر في المحاولة على العموم خلال الأيام القادمة. وحصاد اليوم الإخباري مستمر معكم فيه أيضا. طالبان تصعد هجماتها على القوات الأجنبية.